السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص الكيكة عاملة زي الاسبونشة بالظبط، مش كيكة، ده جاتو يا ولاد، جاتو. بسم الله ما شاء الله زي العسل. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وهنقول لكم المكونات بتاعتنا والكيكة دي طلعت ازاي عاملة زي الاسبونشة. بسم الله ما شاء الله يعني. بصوا يا بنات، معايا هنا انا كام 6 بيضات، بس بيض بلد رفيع، ومعايا كوباية سكر، معايا كوباية لبن، معايا معلقتين كبار من الكاكاو بس ده نسكويت، ومعايا معلقتين من النشا، ومعايا كوبايه من الزيت. هقول لكم عملناها ازاي وطلعت بالجمال ده. ومعايا اربع من الفانيليا، ومعايا اللي هو الكيك شيف. حطيت كوبايه من الزيت في الخلاط، وهحط كوبايه السكر زي ما انتم كده شايفين عشان نعمل الصوص اللي هناخده نحطه على وش الكيكه. بص يا بنات، في غلطه انا غلطتها انا هقول لكم عليها، اللي هو ايه، انك انت النسكويت ده ما بيتقالش معاكي يبقى صوص تحطيه على الوش، لا، لازم تجيبي الكاكاو اللي هو الكاكاو الخام من عند العطار. تجيبي كاكاو خام من عند العطار، هو اللي بيتقال عن النسكويت. هي النسكويت حلو في قلب الشوكولاتايه. خدنا منهم كوبايه كده يا بنات، وبعد كده هنضيفنا البيض، وهنضيف معلقه من الخل، وهنضيف باقي الفانيليا على البيض، وحطينا رشه من الملح، وحطينا معلقتين النشا على الدقيق كده وقلبناهم، وهنضرب الخليط في الخلاط وهنحطه على الدقيق وزي ما انتم كنتوا شايفين. طريقه سهله جدا جدا جدا، يعني مش عايزه افتكاسه ولا حاجه، طريقه سهله جدا جدا. في الوقت ده انا مشغله الفرن. بص انا بقلب كده بالمضرب كده في اتجاه واحد زي ما انتم كده شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. انا حطيت الكوبايه اللي انا خدتها من الصوص ده، حطيتها في التلاجة تتقل شويه معايا بنات. بس لو وصلنا لحد هنا كده يا بنات، ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه عشان القناه تكبر بيكم كده ان شاء الله. بص يا بنات، كده ضربناها طبعا دهنين الصينيه بنقطتين كده من الزيت ورشه من الدقيق. بعد كده هجيب الاسباتوله في اتجاه واحد برضو اقلب عشان لو في دقيق ولا اي حاجه. بص يا بنات على الصينيه، بص دهنينها ازاي اهو زي ما انتم كده شايفين، وهننزل كده بالخليط في الصينيه. بصوا هو سايل شويه بس الكيكه تطلع معاكي كده سبونشه وزي العسل. واحنا اسفين على الازعاج، صوت العربيات. بصوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله. بصوا حلوه قوي قوي. هخبطها كده خبطه ولا خبطتين عشان تطلع منها الفقاقيع، وهي حطها في الفرن هتطلع بالشكل ده. بصوا الكيكه ناجحه 100%. بصوا التشققات دي من علامات نجاح الكيكه. هقلبها كده وهوريكم وشها ازاي، يعني وشها بصوا عامل ازاي، وهوريكم قعرها ازاي. بصوا يا بنات اهو، بصوا حاجه زي العسل. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها، عامله زي الاسبونش بالظبط، عامله زي الجاتو، احلى من الجاتو يا بنات. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها. بصوا الارتفاع بتاعها، لو عايزاها مرتفع عن كده ممكن تصغري الصينيه شويه. وادي الصوص اللي انا كنت عاملاه وحطاه في التلاجة. هو سايل شويه زي ما انتم كده شايفين. لو عايزين تعملوه صوص زي كده، هاتي الكاكاو الخام من عند العطار، او بدل ما انا حاطه معلقتين كده زودي كمان معلقتين تاني عشان يبقى محك تقيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بس والله العظيم كانت جميله 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 جدا جدا، والطعم حكايه ومظبوطه، ولا مسكره ولا ناقصه سكر. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا بنات هنقطعها كده ونوريكم الارتفاع بتاعها. بصوا حاجه كده زي العسل. بس يا رب تعجبكم كده، وما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه. بصوا يا بنات انا بعمل بالسكينه، وقعت مني بس وقعت برضه فوق الكيكه، يعني مش ما راحتش بعيد يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. بصوا الارتفاع بتاعها، لان انا ماسكه التليفون بايد وبقطع بايد. بصوا الارتفاع بتاعها بسم الله ما شاء الله، زي ما كده شايفين سبونشه سبونشه. بصوا شايفين السكينه بتغرس فيها ازاي، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده زي العسل. يا رب تعجبكم، وما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه، واهم حاجه كومنت، واهم حاجه اللايك يا بنات عشان يرفع الفيديو لاكبر عدد من الناس تشوفه وتستفاد بيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والله جميله جدا جدا ما شاء الله عليها يعني. والبيض الرفيع ده ممكن تستبدل 3 بيضات كبار. والسلام عليكم.